السلام عليكم يا حبايبي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهارده هنعمل معاكم رز بلبن. هنعمل ان شاء الله معاكم طبق رز بلبن. غير كده غسلت الرز وحطيته في الحله، وحطيت عليه حبه ميه بتاع كوبايه كده، اقل من كوبايه صغيره، وحبه لبن، وبسيبهم يغلوا مع بعض في الاول عشان ايه يستووا في الميه بلبن دي، يعني حبه ميه صغيره يعني مش كتير. هو دلوقتي كده هيغلوا مع بعض و... وان شاء الله كده هوريكم دلوقتي لما يخلص هكمل بقيه اللبن واحط اللبن الباقي، بس ما يجرب كده ايه يستوي حب. وان شاء الله كده هو خلاص اهو دخل في السوا. الحمد لله. حطيت بقيه اللبن عليه، ياخدوا يدوا بقى مع بعض كده يستوي في ثانيه كده، عشان لما يجرب يستوي بردك وهو كويس. يعني انا حطيت ايه السكر، لازم احط السكر ايه وهو بيغلي علشان حبايه الرز تبقى ايه مسكره كده وحلوه. فهو ان شاء الله حطيت السكر وتقليبه كده تقليبتين كده، واروح حاطه عليه كيس الفانيليا ده، بس ما يغلى حبه كده. فتحنا كيس الفانيليا اهي يا حبايبي، كيلو واحد. وعندي قشطه طبعا بتاعت لبن في الفريزر، طلعت حته اهيت. انا بحب احط القشطه على الرز بلبن بيبقى طعمه حلو. وطبعا انا حاطه معلقه كريم شانتيه بس هي مش بانت، مش عارفه مش جات ليه، الظاهر كنت بصور واني مش واخده بالي. حبايب، فاني كده يغلي كام غلوه كده ويتغلغل كده مع بعض ويبقبق كده. اول ما يبقبق كده يبقى حلو كده، عارف ان هو استوى خلاص. وفعلا يعني استوى، وانا عبيته اهوت عبيته في الاطباق اهوت يا حبايبي. وادي الحله اهيت نظيفه زي الفل، مش شط ولا حاجه، الحمد لله معايا. ومش تنسوا اللايك